السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا كده مع بعض محشي وفراخ. اول حاجه ابتديت بيها كده الفراخ، هديها صدمه في الاول وانزل عليها ببصل وطماطم. طبعا انا هنا كميه الفراخ تكفي فردين بس، مش طبخه فرخه كامله. ماشي. فهنا كان معايا البصل والطماطم عشان خاطر تكون الشوربه بتاعه الفراخ حمرا شويه. برضو عايزة تقللي الكمية براحتك. وحبهان بقى ورق لورا والبهارات بقى كمون وكزبرة. ممكن تحطي كل البهارات حصى عندي الموجود عندك. مثلا اللي كان عندي مطحون وكده، فاضطريت ان انا احط بهارات مش حصى يعني مطحونة. بس عادي يعني بتبقى جميلة خالص. وبهدي عليها النار. طبعا انا قبل كده اديتها صدمة وصفيت منها المية خالص، فشايفين بقى مفيش اي حاجة طالعة كده. دي المية اللي نزلت دي هتديكي اجمل شوربة. ماشي. وبرده ما تنسوش برضو تحطوا شوية ملح. الملح هيساعد ان هي تنزل مية اكتر. عايزين تزودوها مية سخنة لو مستعجلين عشان تستوي اكتر وكده بسرعة. ماشي. انا هنا زودتها مية عادية فترة وكده من الحنفية على طول. ماشي. وهسيبها بقى مع نفسها تغلي على ما احضر بقى المحشي وكده. بس قبل ما كنت هزودها ميه، طبعا سبتها مع نفسها كده تتلوح مع بعضها خالص، وهديت عليها خالص. وبعد كده زودتها عشان خاطر الشرب. هتقولي ازاي الميه ديت لازم نرميها؟ انا اديتها صدمه قبل كده وصفيت الميه اللي نزلت منها خالص وغسلتها، وبعد كده اديتها صدمه وسبتها مع البهارات كده تتمكس عشان خاطر تدينا طعم وشوربه حلو. فالاكل كله نضيف وكله 10/10. انا بقى معايا المحشي بيحب البصل الكتير، الخضار الكتير بقى ايا كان، شبت، كزبرة، فلفل. هو المحشي خضار تمام. اول حاجه البصله بتاعتي قطعتها كده في الكبه صغير، والزيت بتاعي كان سخن. بحط عليها هنا دايما معلقتين سكر عشان تتكرمل وتتحمر معايا بسرعه. ماشي. هنا بقى بعد ما اتحمرت نزلت برضو عليها بمعلقه توم كبيره. هنا توم معايا، توم مفروم، يجي مثلا 4 5 فصوص توم كبار كده. الصلصه بتاعتي دي بقى لو القوام بتاعها تقيل اهو، عشان انا كنت سبقت وصلصتها شويه. ماشي. وهضيف بقى الملح بتاعها. البهارات بتاعه المحشي معروفه، الكزبره كزبره ناشفه. انا الكزبره الناشفه بتاعتي ديت عامله عليها خلطه، ورق لورا وكمون برضو وكزبره وحبهان مطحون كله مع بعضه كده، وطحنته في الكبه وعاملاه خلطه بيضه حلوه قوي يا جماعه. وقت المحشي والكلام ده كله بتسعفني جامد. وبرضو ممكن تستخدميها على الكبده. ماشي. وكمون وبهارات محشي من السوق، عايزة تجيبيها مش عايزة براحتك. هي الصراحة بيبقى طعمها جميل اوي. وبرده معلقة السكر هتفرق معاكي خالص. هنا بقى ورق المحشي، الطريقة اللي انتي عايزة تقطعي بيها ورق المحشي قطعي بيها ورق المحشي. الطريقة اللي انتي شايفة ان هي مش هتهدر معاكي ورق المحشي اعملي بيها. ما تسمعيش كلام حد او تشوفوا، يعني انا مثلا بشوف الناس في فيديوهات وكده بتقطع الكرنبايه من النص وتسلقها وبتاع. لما انا جربت الطريقة دي، مع اني كنت شايفاها في الفيديو مناسبة جدا، لما انا جربتها هدرت معايا وقت خالص. انتوا زي ما انتوا شايفين الورق ده كله من كرنبايه متوسطة الحجم. تمام. ممكن عادي افرز منه، ممكن احشيه كله. انا بس عندي هحشي هنا حله متوسطه كده على قد النهارده، لان انا في بعدتي مش بحب الاكل البايت خالص الصراحه يعني. او مثلا حتى لو بات ممكن مثلا نتعشى منه ومثلا تاني يوم نتغدى منه ولا حاجه، انما ما يقعدش اكتر من كده. والرز برضو بتاع المحشي بلاش نكتره، يعني شايفين هنا برغم ان الكميه قليله بس في الاخر برضو بيفيد معايا. بس مش برمي انا اي اكل، فبرضو الرز اللي بيفيد من المحشي وكده هنعمل له طريقه مع بعض. هنا بقى الرز بتاعي بنزل عليه بالخضار الاول. وهنا بقى حاجه اسمها المرتة ديت يعني بصله مبشوره كده وطماطمايه. ممكن نزود عليها بقى كمون، احنا كده كده هنزود البهارات. وبرده ده فلفل الوان كده، عايزه تستغني عنه براحتك. واللي عايزه تحطي جزر براحتك، عايزه تحطي، عايزه تكتري عن كده. هو المحشي زي ما قلت لكم خضار. هنزل بقى هنا بالصلصه بتاعتي واقلب كويس قوي. طبعا الرز ده كنت غسلته وصفيته خالص من الميه. ماشي. وهقلب بقى كويس هنا مع بعض. ولو يعني مش بحط الصلصة كلها عشان ما تبقاش كتيرة. لما بيحتاج ان انا بحط له. وبعد هنا ما هقلب كويس خالص يعني واوصل للون اللي انا عايزاه، برجع اضيف نفس البهارات اللي انا كنت ضفتها مع شوية من الملح. وطبعا برضو الملح هنا حسب الرغبة.
يعني انا برضو مش بكتر الملح في الاكل بتاعي، يعني عشان خاطر طبعا ليه اضرار كتير حسب رغبتك، يعني اللي انت عايزاه تعمليه برضو. هنا بقى اهم حاجة في المحشي، برص هنا اخر الحلة. برص الورق اللي احنا قطعناه، اللي هو كان العنق بتاعه الكرنب وكده. وزي ما انتم شايفين يعني انا عندي انواع حلل، يعني الحمد لله كتير وكده، بس انا بحب قوي اعمل المحشي في الحلل الالومنيا اللي هي الشاورما دي. بحبها قوي في الطبيخ عامه يا جماعه، والله العظيم وبتظبط. يعني انا جربت السيراميك والتيفال وجربت حاجات كتير قوي، ما ارتحتش غير في الحلل دي الصراحه، جميله خالص وبتنضف كده وبتلمع، ودايما ايه بتسوي لي الاكل مظبوط. هنا بقى المحشي لو انتوا شايفين انا برص كله في اتجاه واحد مرة، واتجاه تاني عكس الاتجاه الاول. ليه بقى؟ عشان خاطر يظبط معايا الورق ما يتفكش مني. هنا بقى زودت المحشي شوربة. الشوربة دي ممكن انت بقى تعملي لها، لو مش موجود عندك الشوربة او انت عايزة مثلا كمية الشوربة كبيرة، ممكن في حلة تضيفي مثلا مرقة دجاج والبهارات برضو بتاعة الشوربة وكده، والكمون والبصل وكل حاجة، وبعد كده تغليها وتنزليها ايه على المحشي. هنا زي ما انتوا شايفين كده عقد المحشي طبعا لحد اخر سطر، مش بنزودها عشان خاطر ما يعجنش مننا. والتسوية بقى بنسيبه لما المية تنشف منه خالص، تمام، وريحته كده تبتدي تطلع، ونهدي عليه عشان خاطر لو طفينا عليه قبل، لو هدينا عليه قبل ما الميه اللي فيه تنشف، هيغيب قوي في التسويه. ماشي. هنا بقى الخلطبيطه بتاعت الفراخ، لان انا بعدتي ما عدتش بقدر اكل الفراخ مسلوقه خالص، لا اما مشويه لا اما باي طرق كتيره. فهنا لما سلقتها، شوفوا بقى الطريقه دي. هنا كان معايا كيس اللي هو يعني زي شبيه الفيجيتار كده، بس احلى من الفيجيتار بكتير. وضفت عليه نشا ومعلقه دقيق صغيره، وهقلب كده عليها ايه الفراخ. وبعد كده الخليط ده هزوده معلقتين شوربه، ماشي، كرنيب شوربه كده مثلا حلو. هقلب كده الخليط مع بعضه، وهرجع برضو ان انا اضيف فيه الفراخ من تاني، اهو زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم يا جماعه كنتاكي، مش فراخ، كنتاكي بجد، مش فراخ مسلوقه في شوربه وخلاص. ومنها برضو اخدنا الشوربه، ممكن كده نبلع جنب الاكل، لو مفيش سلطه او كلام من ده، زي ما انتوا شايفين كده. والزيت بقى معلش ما جبتش لقطه الزيت، بس الزيت حرفيا كان سخن خالص عشان خاطر لما ننزل بالخليط الخليط ما يقعش ويتكتل مننا. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين وزعت الكميه كلها على الفراخ وبس. الطريقه دي سهله خالص خالص خالص، والفراخ بتبقى مقرمشه وعامله طبقه كبيره جدا وطعم كبير جدا. ممكن كمان تزودي كيس فيجيتار بنكهه الكاتشب او الشطه، بيديله طعم خطير. هنا المحشي بتاعي طبعا بعد ما قلبت الحله، شايفين مفيش حاجه مفكوكه، مفيش حاجه معجنه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي النتيجه النهائيه، وطعم بقى وريحه والله العظيم يا جماعه احلى من الصوره بكتير بكتير بكتير. ربنا يديمها علينا النعمه يا رب. وطبعا معانا الشوربه بقى بتاعتنا وكده، والفراخ ديت لما اتقلت اهي بس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، وشكرا.